ونحت القوام والعلاج الطبيعي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا يا دكتور. دكتور، كنا ختمنا حلقتنا السابقه والمشاهدين بنبقى وعدينهم ان احنا نكمل الموضوع اللي ختمنا بيه. ختمنا عن انواع السمنه، وحضرتك كنت ذكرت لنا ان في اكتر من نوع للسمنه، اخرها او اغربها بالنسبه لناس كتير السمنه المختلطه. فياريت حضرتك توضح لنا انواع السمنه وكيفيه علاجها، كيفيه علاج كل نوع منها. تمام كده. انا برضو عايز اوضح نقطه معينه، ان في ناس كتير سالت على حكايه يعني ايه انا جسمي مختلف عن التاني، ويعني ايه انا تخني غير التخن. انا كنت بتعامل بروح قبل كده الاماكن ومراكز بيتعاملوا معايا زي صاحبتي زي قريبتي، كلنا بناخد نفس الدايت. يعني فوجئت ان الاسئله كلها جايه لي ان احنا اول مره نسمع الكلام ده، ولا ان انا يعني رحت الناس بعت لي اسئله كل ما نروح مكان بناخد نفس الدايت بنفس الاكل، كلنا زي بعض، ممكن نخش 5 مع بعض كلنا ناخد نفس الورقه. فطبعا الكلام طبعا ده غير علمي، وفي الاخر يا صابت يا خابت. يعني هو بيتعامل، المراكز دي بتتعامل بمنطق يا صابت يا خابت. الحمد لله بفضل ربنا، وان شاء الله النهارده في الحلقه بتاعتنا هنقدر نوري مثلا غير حاله محمد وغير حاله ابراهيم، هنوري اكتر من حالات كتير الحمد لله قبل وبعد خست معانا، وده يرجع طبعا الفضل لربنا اولا، ثم الحاجتين. الحاجه الاولانيه اللي احنا هنتكلم من موضوع الحلقه النهارده، اللي هي ازاي تقدري توصلي للنتيجه في اقصر طريق. يعني انا دلوقتي عندي سمنه مختلطه، هي عباره عن تراكم سوائل. ثانيه واحده يا دكتور، انا عندي برضو سؤال، جالي اكتر من سؤال في الموضوع ده. هما الناس بتسأل ازاي اعرف ان انا عندي سمنة مختلطة، وازاي احدد نوع السمنة اللي عندي. طبعا دي عايزة فيها حاجتين. جزء الدكتور بيبقى فيه تحاليل هو الدكتور بيعملها عشان يقدر يحدد نوع السمنة عندك. الجزء الثاني خبرة من الدكتور برضه، ده يبقى فيها لاعب فيها الدورين دول. طبعا حتة معرفة نوع السمنة عندك دي بيسهل عليك الطريق جدا. ليه بقى؟ انا دلوقتي اتحرمت من اكل، ما بلخبطش في الاكل خالص، بعمل رجيم قاسي واعمل رياضه. طب ليه وزني ما بينزلش؟ ليه وزني ما بينزلش؟ طبعا ده الناس كلها بتستغرب. ليه بقى؟ انا دلوقتي عندي سمنه مائيه، مش سمنه مختلطه او سمنه دهنيه. احنا عندنا 3 انواع من السمنه. سمنه مائيه هي نتيجه يعني انا وزني زايد من تجمع او تحويش سوائل كتير في جسمي وما عنديش دهون زياده. عندي سمنه مختلطه، سواء ميه في سوائل محبوسه وفي مشاكل في الدهون، او سمنه دهنيه فقط لا غير. فاهمه؟ فلما بقدر احدد نوع السمنه اللي عندي بقدر اديكي النظام الغذائي المتناسب مع النوع دوت، وبقدر ادخل الجهاز. يعني في اجهزه موضوعيه ما بتقدرش تتعامل مع السمنه المختلطه، خلي بالك. يعني تحديد نوع السمنه ده انا كانسان عادي ما اقدرش اعرفه من نفسي. بالزبط. لازم اروح لطبيب مختص هو يقول لي ايه نوع السمنه اللي عندي. بالظبط كده. فبقدر ان انا اتعامل معاه بالنظام الغذائي السليم اللي هو مختص للمشكله دي بالذات، وفي نفس الوقت اتعامل بالجهاز المناسب. يعني انا دلوقتي في بعض الاجهزه تشتغل بتقنيه لو دي سمنه مائيه ما بتجيبش اي نتيجه، مجرد ان انت يعني مثلا الجهاز بالظبط. هديكي مثل صغير، بتسلطي الجهاز على المكان دوت، هو تحته ميه، الاشعه بتاعت الجهاز بتخش الجسم بتدوب في وسط الميه. انا ما وجهتش ليكي على الدهون دايركت، او ما اشتغلتش ليه؟ لان الجهاز ده غير مناسب للمشكله دي. يبقى احنا بالظبط كده. يبقى انا ببدا اتعامل على اساس نوع الدهون اللي في جسمك ونوع السمنه اللي في جسمك. احنا عندنا نوعين من المشكلتين، دهون سواء كانت صلبه او دهون بسيطه او دهون متوسطه الكثافه، وفي حاجه اسمها نوع السمنه كمان، يعني هي سمنه مختلطه ولا سمنه عاديه ولا سمنه مائيه ولا سمنه دهون فقط. يعني الحاجه بقى المهمه ان شاء الله اللي هنوريها برضو للناس مدى النجاح اللي بيحصل مع الحالات في وقت قصير وبدون اثار جانبيه. ليه بقى؟ لانك انت لو قدرتي تهاجمي المشكله بعينها، انا تجنبت حاجات كتير. زي ايه بالظبط؟ السمنه الدهنيه، هي السمنه الدهنيه من اصعب انواع السمنه، يبقى فيها نسبه دهون صلبه كتير. تخيلي العيان بيجي يعمل دايت يخس اسبوع او 2 وبعد كده يوزنه يثبت تماما،
وبتبصي على التحاليل بتاعته على جهاز الانبادي، بلاقي ان هو خسر جزء كبير من عضلاته. تخيلي حتى لو ماشي على نظام حتى دايت لو ماشي، مظبوط. لا انا بتكلم عن ما هو من البدايه اصلا هو كان من عامل البداية حاجات غلط، وان هو أيوة. اصلا المكان اللي راحه ما مم. كانش مجهز او يقدر يعرف نوع الدهون عنده. مم. فتخيلي انت لما واحد يعمل دايت يخسر عضلات ما يخسرش دهن، ده ممكن يحصل. أيوة. انا جات لي حاله نازله حوالي 20 كيلو، منهم 18 كيلو عضلات، والدهون ياه. نسبه الدهون، والله نسبه الدهون هي زي ما هي. ايوه الدهون ما اتغيرتش. عايز أقول لك حوالي 2 من ال 20 كيلو في 2 كيلو دهن بس هم اللي نزلوا. طب ده ليه؟ لان هو اتبع النظام الغذائي غير سليم، الجهاز اللي استعمله ما كانش مثلا مع حالته. مناسب ليه. تخيلي قوه الخليه الدهنيه اقوى من قوه العضل، أيوة. فالجسم مع الدايت الغلط اللي عمله اختار العضل وساب الدهون. يعني معنى كده يا دكتور ان حضرتك بتأكد على الناس تاني ان احنا ما نروحش لأي مكان غير مختص بالتخسيس، انه نروح له عشان نخس. ما ينفعش مثلا اروح لجيم فقط ما فيهوش دكتور واقول له انا عايزه اخس. بالظبط كده. ما ينفعش مثلا اروح، ما ينفعش من نفسي كده اقول انا أعمل عندي دايت. سمنه مائيه، انا عندي سمنه سمنه مختلطه ما ينفعش، لازم اجي لحضرتك او يعني اروح لطبيب مختص. بمناسبه الكلمه ديت انا أيوة. جات لي حاله خست مع نفسها 50 كيلو من غير اي دكتور ومن غير اي حاجه خالص. عايز اقول لك كميه المعاناه وكميه الامراض اللي هي تعبتها دلوقتي عشان 5 كيلو. عشان 50 لا خس 50 سوري كيلو يعني بتعاني منها طبعا دلوقتي. ليه بقى؟ فاضل لان نص وزنها تقريبا. بالظبط. ليه بقى؟ لانها هي ما كانتش هي كل اللي عملته ان هي اتضايقت من السمنه، فقررت تقطع اكل، تقطع خضار، تقطع فاكهه، تقطع بروتين، تقطع البان. هي تقريبا ما كانتش بتاكل. يعني انا فوجئت ان هي فعلا مامتها بتقول لي يا دكتور محمود والله ما كانت بتاكل. يعني طبعا مشاكل. ده احنا عندنا انا ممكن احرمك من النشويات خالص، ممكن احرمك من الدهون تماما، بس اساسي عندي لازم اما اشربك لبن في اليوم او اكلك بروتين، ان دي العناصر الغذائيه المهمه اللي جسمنا محتاج لها. انا ممكن يوم يعدي من غير نشويات، بس ما ينفعش يعدي من غير قطعه بروتين، من غير طبق سلطه، من غير علبه زبادي. يعني لازم ادخل عناصر غذائيه ليها دور في تكوين الجهاز المناعي، في تكوين الخلايا. ما انت خلي بالك خلايا جسمنا متجدده على فكره. الناس فاكره ان هي كبرت بقى كده خلاص، لا ده الخلايا عندك دايما متجدده. فلو انت ما بتعمليش سبورت ليها بنظام غذائي سليم، ده برضو بيضطر يحصل مشاكل صحيه. الانظمه الغذائيه اللي احنا بنتكلم فيها دي طبعا احنا عايزين نعمل، يعني ان شاء الله هنعمل سلسله حلقات كبيره بقى. هنبدا ناخد مثلا السمنه المختلطه ليها نظام غذائي 1 2 3 في خلال شهر ممكن ننزل من 8 ل 12 كيلو، ودي يعني مع ان دي من اصعب انواع السمنه يا دكتور. بس لا ما هو ما احنا قلنا بقى احنا حددنا العلاج صح. يعني حضرتك بتقول الكم اللي حضرتك بتذكره في الفقد في الوزن ده معدل كبير حلو جدا جدا. ده وعايز اقول لك بيحفز الناس لما انا اخس في الشهر. يعني انا ممكن بتكلم في شهرين 60 يوم من 15 ل 20 كيلو، ده رقم كبير جدا. بالظبط. فالسمنه بيحفز الناس بالظبط. ليه بقى؟ وخلي بالك وبرده بنتكلم اهم حاجه بدون اي اثار جانبيه، بدون ما نضر الكلى، بدون ما نضر الكبد، بدون ما نضر العضلات. بالظبط. في نفس صح كده. في بقى نقطه مثلا هندي برده وصفه كده سحريه للناس علشان الناس مثلا عندها سمنه مائيه او سمنه مختلطه. حاجه اسمها عصير البقدونس. عصير البقدونس ده بجيب حزمه بقدونس مع حزمه كرفس، او لو ما فيش كرفس متوفر في المكان اللي هي عايشه فيه تجيب مكانه كزبره خضراء، وبغليهم على لتر ميه بس بشرط وانت بتغلي البقدونس والكزبره او الكرفس غطي الاناء، غطي الحله او الحاجه اللي بتحط فيها عشان يحتفظ بحاجتين، بالحاجات الفوائد بتاعته. ثانيا البقدونس فيه فيتامين اي. فيتامين اي اصلا مع الغليان والحراره بيتكسر، فاحنا بنغطيه عشان خاطر نحافظ على الفايده كامله. يبقى احنا خدنا فيتامينز وخدنا حاجه تغسل الكلى وتغسل الاملاح. انا عايز اقول لك الوصفه دي لو كل السيدات مرضى الكلى كمان كتير مهمه جدا. ده انا عايز اقول لك اي ست
بتشتكي من لبس الجزمه بسبب كتر ورم رجليها، تقول لك انا بيجي لي ستات انا ما بعرفش البس الجزمه، انا ممكن شغاله مثلا مدرسه او شغاله في شركه معينه، بتبقى تقول لي على اخر اليوم وانا قاعده ما بعرفش اروح بسبب الجزمه ما بتخشش في رجلي بسبب ورمان رجليها. لو واظبط على الوصفه دي 3 مرات في اليوم، عايز اقول لك الورم ده هيفش تماما ومش هيرجع تاني. كمان تمام كده؟ يعني حتى مش علاج مؤقت، لا علاج خالص دائم. خالص. طيب يا دكتور، عايزين حضرتك النهارده حضرتك قلت لنا هتورينا صور لحالات كتير كانت يعني عايزين نشوفها قبل وبعد باذنك. في عندنا صوره دلوقتي معانا حضرتك تشرحها لنا. كان ده عنده نسبه سمنه موضعيه كبيره في منطقه البطن بشكل غير طبيعي، طبعا زي ما واضحه في الصوره معانا. كان برضو زي مشكله اي راجل بيجي عندي، هو عدم الثقه في ان هو هينجز، وهو بيقول لي انا بحب الاكل، يعني ازاي انا هخس وانا بحب الاكل؟ ليه كل الرجاله بتحب الاكل؟ اشمعنى الرجال يعني؟ هو بص هقول لك على حاجه، هي في معلومه غلط أو زي ما قلت لك قبل كده، التجارب الفاشله بتؤدي الفشل ممكن العمر كله. يعني ايه؟ يقول لك انا حاولت اقلل الاكل مع نفسي وتعبت وما قدرتش اشتغل، يقول لك انا هاكل بقى عيالي ولا هعمل دايت؟ يعني انا هركز في شغلي وهركز في حياتي ولا هعمل دايت؟ فهو دي اللي بيؤدي المشاكل. الاستاذ شوقي اللي معانا في الصوره، عايز اقول لك يعني ان هو بسم الله ما شاء الله كان وزنه يعني باين طبعا الصوره واضحه قوي، كان معدي 140 كيلو. عايز اقول لك دلوقتي نتيجه خياليه، والله نتيجه عمرك ما تتخيل. اكيد هو الاستاذ شوقي يعني سعيد بالنتيجه وهيحافظ عليها اكيد. لا هو بس مش سعيد، انا عايز اقول لك ان هو شغال في مصنع جميع عمال المصنع بيخسوا دلوقتي بسبب بس الاستاذ شوقي جدا. يعني من اول صاحب المصنع للعاملين كلهم بالاسر المحاوطه. ليه؟ لان هو كان مثل جيد للاكول اللي عمره هيعمل دايت. ده كده عمل خير بالظبط. يعني في الناس دي كلها. عايز اقول لك الحمد لله بفضل ربنا طبعا، عشان كده قلت لك قبل كده اول حلقه قبل كده ان احنا والله العظيم بسم الله ما شاء الله اللي بيخس ده يا جماعه والله العظيم بجد ما بيخسش نفسه بس، ده بيبقى ربنا بيجعل له سبب خير صح لناس كتير. صح، لان ناس كتير هتشوفه وهتقول يعني طب انا ده ليه خس ما ازاي؟ كده؟ انا ما خسش ليه؟ ايوه صح. وخلي بالك تعرفي اقول لك على حاجه يعني غريبه جدا، جالي بعده حالات كتير اقل منه كتير وهو كان مثل اعلى ليهم. يعني هو كان ليه بقى؟ اصل انا ما يبقاش واحد وزنه بالكميه دي وبالشكل ده هو يخس وانا اللي زاد 10 كيلو بس وزاد 20 كيلو ما خسش، عيب يعني، شكلها حتى في حقي وحش. فالناس بقت تتكسف ويشجعوا بعض. الصورة دي يا دكتور تعليقك عليها؟ الصورة الثانية ديت كان شاب صغير، طبعا واضح وزنه في الصورة اللي كان فيها، برضه كان هو معتمد اعتماد كلي على الجانك فود. هو يعني انت عارفه دلوقتي الشباب دلوقتي، وخلي بالك السمنه لو انت خدت بالك بصيتي حتى في الشارع هتلاقي السمنه زادت على مستوى العالم كله على فكره، مش بس في مصر. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي مبقاش في وقت. الشركات الخاصه هتلاقي انت شغاله في شركه خاصه طول اليوم شغاله، لو حتى في الاستوديو احنا طول اليوم العامل الاستوديو او المخرج او وات ايفر الكاست اللي معاه هو طول اليوم شغال في مكان بره، فيقول لك انا طب انا ما باكلش في البيت، فبيضطر بيعتمد على الجانك فود كله يعني. وبقى حد ناس تستسهل الاكل السريع عشان خاطر، فطبعا عايز اقول لك ان هو في دهون ثلاثيه بتاثر على الجسم، بترفع الكوليسترول، بترفع الدهون اللي بتاثر على دهون الدم نفسها، فبالتالي بدا الناس يحصل لها مشاكل صحيه وسنه مبكره. يعني انا مثلا والدي عشان بدا، يعني انا فاكر في الصور بتفرج عليه بدا يطلع له شويه كرش بعد ال50. دلوقتي شباب عندهم من اطفال والله عظيم بس شباب. وفي صوره هوريها لكم ان شاء الله الحلقه دي برضو عن طفل عنده 7 سنين وخس، ويعني سن 14 و15 سنه ما يعتبرش شباب، ده يعتبر طفل تلاقي عنده كرش. بالظبط كده. نرجع تاني لتعليقنا على الصوره يا دكتور.
تامر من الحالات اللي هي انا ببقى فرحان بيها برضو، علشان هو كان ظروف حياته زي ما قلت لك كان الجانك فود والاكل السريع كله، فقدر يتغلب على القصه دي. هو حب يغير شكله، حب يغير من ستايله، حب يغير من كل حاجه في حياته. فالحمد لله بفضل ربنا قدرنا ان احنا مع الاجهزه الموضعيه اللي استعملناها معاه، عايز اقول لك جابت معاه نتيجه خياليه. يعني هو ما كانش متخيل ان هو ممكن يخس. هو وزنه نزل اكتر من 40 كيلو في مده بسيطه جدا. هو ما كانش ممكن يفكر يخس الوزن ده كله في مده قصيره. ليه بقى؟ طبعا لان احنا قدرنا نحرق، نبسط الدهون. خلي بالك الاجهزه الموضعيه مش بس ريشيبنج، عشان في ناس كتير بتجهل النقطه دي، ودي نقطه مهمه قوي لازم نتكلم فيها. حته ان انا كلمه جهاز تخسيس يعني مجرد نحت للجسم او ريشيبنج، لا يا جماعه. احنا في بعض الحالات اللي هي فيها دهون صلبه بضطر ادخل الاجهزه الموضعيه علشان خاطر تكسر لي الدهون الصلبه فتسرع معايا في النزول. لو العيان ده من غير الجهاز ده ممكن ينزل معايا في الشهر 4-5 كيلو، انا ممكن اوصله ل 10 و12 كيلو. ليه بقى؟ طب ده مع ان الجهاز ده جهاز موضعي بيغير بالسنتيمتر، لا، ما هو الجهاز اللي احنا هنستعمله ده هيدوب الخلايا الدهنيه من دهون صلبه لدهون سائله. كانك انت بتطبخي بزبده اطبخ بزيت. الزيت سرعه ادحانه على النار اسرع. ليه؟ لانه حاجه سائله. فهمتي قصدي؟ فاحنا مع تامر لما استعملنا معاه الجهاز وقدرنا ينظم اكله بس بشكل بسيط جدا، عايز اقول لك نزل الكميه دي كلها وهو قد ايه فرحان بنفسه. اوكي دكتور، استاذنك نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. محمود، نستكمل كلامنا عن الحالات اللي عند حضرتك تشرح لنا الصورة دي. الصورة دي طبعا دي من أنجح وأكبر الحالات اللي عندي في المركز، أكتر من محمد أو إبراهيم ده أو أستاذ شوقي. بالظبط كده. ده أحمد ده طالب هندسة، كان وزنه 200 كيلو. طبعا أول ما جالي هو كان مش متخيل إنه هيخس أبدا. أنا شخصيا مش متخيل. يعني عايز أقول لك إن هو يعني 200 كيلو في سنه، كان هو سنه طبعا 22 سنة، حاجة صغيرة جدا. يعني تقريبا حياته كانت متوقفة. وزي ما شايفه ملامح وشه جميلة أصلا. يعني هو وعينيه خضرا كمان، فهو يعني عايز أقول لك يعني أحمد سبحان الله، يعني ربنا وفقنا معاه بشكل غير طبيعي. قدر ينزل اكتر من حد النهارده اكتر من 85 كيلو، تخيلي. ان شاء الله. وعايز اقول لك احمد والله يعني الحمد لله بفضل الله كل اللي استعمله هو حاجتين: هو نظام غذائي سليم، وبدا يستعمل اجهزه موضعيه على منطقه البطن والارداف، بحيث ان هي تساعد زي ما قلت لك قبل الفاصل حته بقى ان انا ساعات بدخل اجهزه موضعيه مع السمنه الكليه. يعني انا عندي مريض عنده كميه دهن، يعني كان احمد 200 كيلو. 200 كيلو ده عشان اقول له هيعمل دايت بس ده ممكن ياخد له 3 سنين يخس. انا عايز اقول لك النتيجه اللي احنا وصلنا لها دي ما كملتش 6 شهور. يعني لدرجه ان هو كان حاسب لنفسه بالايام. يعني انا فوجئت في كارت المتابعه بتاعنا، عجبني اي حاجه عاملها جدا، عجبتني جدا، حتى انا صورتها. كان بيكتب مثلا هو الدايت ده عمله 15 يوم، الدايت ده عمله 10 ايام، الدايت ده عمله. هو بيكتب، هو من نفسه بيسجل، مش كاتب تواريخ. هو كاتب مده الدايت استغرقت منه كذا كذا كذا. فجمعت انا حبيت انا اجمع الايام، لقيتهم النتيجه دي ما كملتش 6 شهور. يعني انا عايز اقول لك والله يعني انا فرحان بيه. جميل وصعب، يعني في الاوزان العاليه قوي بيبقى النزول في الوزن صعب جدا جدا. لا وكمان ايه، يعني الحاله زي احمد ديت كان ممكن اقصى احلامنا احنا شخصيا من قبل ما نقدر نستعمل معاه الاجهزه 20 كيلو. ليه؟ لان بعد 20 كيلو الجسم هيبدا يثبت. خلي بالك، يعني ممكن يخس 20 كيلو فعلا، بس الجسم يبدا يثبت ويعاند معاه. هو بفضل ربنا الحمد لله قدر مع الاجهزه الموضعيه اللي احنا بقينا نكسر بيها الدهون، فنخلي الجسم يستصيغ الدهون. دي اول حاجه. تاني حاجه في نقطه برضو عايز اكلمك عليها، هي حته فقد العضلات اللي بنحميها له. ليه بقى؟ دلوقتي المخ هو المسؤول عن معدل الحرق. يعني انا في معلومه بقى اي عيان عندي ايه، المخ نفسه هو اللي مسؤول عن تشغيل معدل حرق جسمك.
لو انت بتخسي غلط المخ بيبعت اشارات لجهاز الحرق، ستوب، وقف حرق. حتى لو كملت دايت، حتى لو كملت ايه ده، يعني تلاقي ده العيان السؤال الشهير، انا بعمل دايت وفي الاول خسيت شويه وقفت خلاص، مهما اعمل دايت ما بخسش، ما باكلش وبقلل اكلي وبرضه ما بخسش. ليه بقى؟ لان الحاله دي بيبقى حصل ان المخ وقف حرق. ليه؟ انت بداتي تحرقي من حاجات مهمه في جسمك، فهو بيحاول يحميكي من ضرر كبير، فبيوقف معدل الحرق تماما. مع احمد ان احنا نخس 85 كيلو بشكل متواصل بدون توقف او بدون حاله ثبات، ده ترجع بفضل ربنا. اولا برضو باكد بفضل ربنا علينا كلنا، الحمد لله رب العالمين، بفضل الله طبعا عز وجل. ثم النقطه بقى اللي مهمه قوي، حته ان احنا دخلنا معاه باجهزه تبسط الدهون عشان ما يواجهناش دهون صلبه فيضطر الجسم يختار عضلات، وعشان هو كمان ما يكتئبش لو لقى نفسه ما بيخسش، لو نفسه بيبذل مجهود ومش بيخس. بالظبط. الحاجه بقى الثالثه اللي احنا عملناها معاه هي الانظمه الغذائيه السليمه اللي اتبعناها. وبرضو النظام الغذائي بتاع احمد بالذات كان ليه نظام معين. يعني احمد طبعا ده سر مش هنقوله، بس كان بيتعامل بحاجه اسمها نظام الموجه علشان نقدر نضحك على جسمه، وفي نفس الوقت برضو ما نقدر ما نخليش الجسم يفهم احنا بنعمل ايه. اوكي دكتور، اخر صوره معانا، اخر صوره معانا برضو دوت معانا حاله عايز اقول لك برضو من الحالات اللي تفرح، بالذات الحاله دي كانت فرحتني بحاجه واحده بس، ان هو غير صحته ومش غير بس شكله. يعني عايز اقول لك اول تحليل، حتى انا مصور كمان عندي عشان برضو يبقى احنا عندنا الحالات موثقه بالصور وموثقه بالتحاليل كمان. يعني عندي تحاليل كان عنده الكوليسترول عالي جدا، كان عنده اليوريك اسيد معدي ال 8. تخيلي اليوريك اسيد في جسمك 8، هو النورمال بتاعه بيتراوح من 2 ل 4. طبعا رجليه يعني تقريبا ما كانش بيقدر يمشي. فاهمه قصدي؟ طبعا عايز اقول لك بعد شهر ونص من اتباع النظام الغذائي عملنا تحليل كوليسترول تاني، وعملنا تحليل دهون ثلاثيه وتحليل يوريك اسيد. نتيجه انا بتباهى بيها. يعني انا اللي خلاني صورت التحليلين ان انا فرحان بمدى النتيجه اللي هو وصل لها، عشان خاطر يعني فعلا بقى احنا صحته بقى يعني لا. مش بس شكله، لا 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 انا بكلمك. وعلى فكره التحليل ده ادى ثقه ومصداقيه للمركز عندنا لدكاتره الباطنه. انا عايز اقول لك دلوقتي انا يمكن 90% من الحالات الجديده اللي بتجيلي من دكاتره الباطنه، نتيجه ان هو بيديله نظام غذائي، انا هو بيديله علاج وانا بديله نظام غذائي. فاللي احنا بصي بقى علاج اليوريك اسيد اللي هياخد 6 شهور او هياخد 3 شهور، وخلي بالك في بعض الادويه اليوريك اسيد بتاثر على الكلى بشكل سلبي. تخيلي انا اختصرت العلاج في شهر او شهر ونص. تخيلي الكوليسترول العيان بيقعد 3 4 شهور. في منتج في السوق بيعالج الكوليسترول مع الكتر استعماله بيأثر على الكبد، خلي بالك. أيوة طبعا. دلوقتي انا خليتك منتج شهير انت فاهمه قصدي؟ فعلا ناس كتير بيشتكوا من الكبد نتيجه استعمال المنتج ده. ليه بقى؟ ما انت برضو الدكتور بتروحي له بتلاقي ان الكوليسترول عالي ما بينزلش، وهو عمال ياخد في العلاج. لازم ياخد علاج الكوليسترول. تخيلي الكوليسترول 255 يبقى يوصل دلوقتي النتيجه اقل من 140 بسبب بس ان هو عمل الاجهزه الموضعيه بنظام غذائي مع العلاج. يعني قدرنا نكمل بعض. وهو اتخلص من الكوليسترول بطريقه امنه جدا، صحته جدا بقت افضل بالظبط. وشكله بقى احسن ونفسيته طبعا بقت احسن. الحمد لله طبعا الحمد لله. نرجع لموضوع السمنه الموضعيه، ومعانا حاله من حالات دكتور محمود تاكد لنا ان السمنه الموضعيه ليها علاج. مريم معانا، مريم هتكلمنا عن حالتها. حضرتك كلمنا عن مريم الاول يا دكتور. طبعا مريم كان وزنها 118 كيلو. اول ما جات لي برضو نفس المشكله المعتاده المتكرره، انا فاقده الثقه. ومريم بقى كمان فيها حاجه مختلفه عن اي حد تاني جالي، ان مش هي بس فاقده الثقه في نفسها، ده اللي كل اللي حواليها بيحبطها. يعني عايز اقول لك ان يعني حتى الناس ما بترحمش بعض. يعني انت سيبيني، انا عايزه اغير من نفسي، انا عايزه اخس، عايزه ما تفضلش تقولي لا مش هتخس. عايزه اقول لك مش هتخس. الناس كتير تقول لك مش هتخسي وهتخسي وترجعي تاني. احنا كنا يعني كان في برضو معلومه عايزه اقول لك عليها. كان زمان
كان قبل 2012 2010 كانوا بيقولك ان في حاجه اسمها اليو دايت، يو دايت اللي هو العيان يخس ويتخن يخس ويتخن. فطبعا ده كان خطر جدا، يقولك ما غلط ومفروض العيان ما يعملش كده. الريسيرش الجديده لقوا لا، ايه المشكله في ايه بقى؟ في نقطه هشرحها لك في وقت صغير جدا. انا دلوقتي عندي 40 سنه، في ال 40 سنه خسيت فيهم 3 مرات. فانا في ال 40 سنه مش تخين 40 سنه، انا تخين 10 سنين بس. الفترة اللي يعني انا حاليا خسيت في ال 40 سنه 3 مرات. في كل مره كنت بحافظ على وزني بالثلاث 4 سنين او 5 سنين وارجع اتخن ايه تاني. طب هل انت كنت توتال التخن بتاعك قد ايه؟ لا مش 40 بقى. لو انا اشتغلت بمنطق ان انا هخس واتخن تاني ما اخسش خالص، يبقى انا عشت عمر كله تخين. طب في الفتره، هل الفتره ال4 سنين او ال5 سنين اللي انت خسيتيهم دولت مش ريحوا الكبد؟ ريحوا القلب، ريحوا. يبقى انا على ما اجهدتش الاعضاء طول الفتره دي او طول العمر. يبقى انا كده قدرت اعمل لك حتى وانت بترجعي تتخني تاني، ده انا عملت لك فترات راحه انت ارتحتي فيها من التخن وقرفه. ايوه قصدي. نرجع لحاله مريم. اتفضلي مريم، كلمينا عن حالتك وتجربتك مع الدكتور محمود. اهلا استاذه شيماء. اهلا دكتور محمود. اهلا بيكي، اتفضلي. في البدايه انا اسمي مريم وكان وزني 112 وكان وزني عامل لي احباط، كنت بتضايق وما اتضايق اكل. ففي ناس قالت لي على الدكتور محمود، فسالت عليه ورحت له، فقال لي هتخسي معانا وكده. فقلت له يعني انا متضايقه من جسمي وعايزه اخس، بس عندي بيجيلي اكتئاب وملل، بتضايق بسرعه يعني من ما بشوف شكلي. فاداني نظام غذائي مشيت عليه، ورحت له بعد اول اسبوع خسيت 6 كيلو. بقى مبسوط جدا وفرحان وشجعني. وبعدين لما اروح البيت يقولوا لي لا ده انت هتزيدي ومش عارفه يجيلك هبوط وحاجات من دي. فقلت لهم لا، الدكتور شجعني وانا هسمع كلام الدكتور. المهم بعد كده برضو خسيت تاني، فبقيت فرحانه. لما رحت له تاني شجعني اكتر. المهم ان انا خسيت دلوقتي وبقى وزني 80، وبشكر الدكتور محمود والاستاذه شيماء. شكرا ليكي مريم، وبهنيكي وبحييكي على النتيجه اللي وصلت لها، ويا رب تحافظي عليها على طول. دكتور محمود، عايزه اسال حضرتك عن حاله مريم. هل هي كانت سمنه موضعيه؟ هل كان جسمها اللي هو الشكل الشهير في السيدات شكل الكمثرى؟ بالظبط كده. ده بيبقى صعب جدا في النزول. فيعني ان هي وصلت للنتيجه دي، وبرده هي سعيده بالنتيجه. الحمد لله رب العالمين. يعني عايز اقول لك ان الدايت دلوقتي او هي زي ما قلت لك قبل كده، هي فكره تغيير ثقافه وتغيير مفهوم وتغيير استيعاب. يعني هي لها كذا نقطه، وده اللي انا بحاول اوصله. وان شاء الله هنعمل له حلقه خاصه، الحلقه النفسيه عن الدايت عموما، ان انت ازاي تقدري تعملي اعاده تاهيل. على فكره يعني مثلا عندنا في العلاج الطبيعي مثلا يقول لك ايه، ده لعيب كوره حصل له مثلا اصابه رباط صليبي وسافر المانيا وعمل تاهيل هناك. طب ليه تاهيل هناك؟ لان تخيلي حضرتك ان التاهيل اهم من العمليه، لان ممكن الجراح يبقى شاطر جدا جدا وعامل عمليه ناجحه خياليه، والتاهيل او العلاج الطبيعي يبوظ له كل العمل. انت متخيله؟ طيب يا دكتور، معلش ارجع لسؤالي تاني لحضرتك. هل حاله مريم كانت سمنه موضعيه وتحديدا جسم الكمثرى؟ بالظبط كده. يعني وصل وقدرت وحضرتك قدرت توصلها للنتيجه دي؟ مفيش اي مشكله خالص. والحمد لله زي ما انت يعني الحمد لله بفضل ربنا. ليه بقى؟ لانك انت لما تتعاملي مع دهون صلبه بتقدري تكسريها بشكل سهل، ويبدا الجسم مخك يبدا يتعامل مع الدهون كلها على انها، خلي بالك المخ ذكي، بيعمل حاجه اسمها سكان، يشوف ايه الدهون الصلبه وايه الدهون السهله. الدهون السهله يريح دماغه ويحرق منها الاول، ويسيب لك يقول لك انا هوجع دماغي بدهون صلبه ليه، خليها. يفضل الجسم سايبها طول فتره الدايت وعمال يحرق في الدهون السهله، لدرجه ان هو زي ما قلت لك يحرق عضلات كمان. بس بجهاز اللايبو او الاجهزه اللي هي الاجهزه المختصه بمنطقه الارداف بالذات، ده بيقدر بقى يكسر لي الدهون الصلبه دي، عشان الجسم لما يعمل لي سكان على الجسم يلاقي الجسم كله نوع واحد، فيقدر يحرق كله متناسق.
ويبقى اسهل، يبقى الحرق بكتير اسهل واسرع والنتيجه اسرع. ايوه. بالظبط. طيب يا دكتور، هل هي مريم بعد ما وصلت للنتيجه دي حضرتك عندك حاجه اسمها نحت القوام، هل دلوقتي بقى اسهل انها تعمل نحت قوام؟ بالظبط. بعد ما خلصنا الدهون الصلبه خلاص وخلصناها من الوزن الزياده، في حاجه اسمها اللي هي بيسموها الفاينل تاتش او التاتش النهائي، وده اللي انا بعمله جزء 50% عليا بعمله انا، وفي 50% على دكتوره الجلديه او التجميل اللي متخصصه في الجزء ده، بحيث ان انا عايز العيان بتاعي يبقى شكله حلو من بره ومن جوه. خلي بالك هقول لك على حاجه كويسه جدا، انت ممكن تشوفي واحده خست شكلها من بره حلو، لبس بنطلونها بقى مقاسه اصغر، البلوزه احلى، طب العبي بقى هدومك تلاقي منظر يخضك من جوه، الشكل الجلد بايظ، جسم مترهل، مفيش اي تناسق في القوام. احنا لا، احنا بنلعب ان ازاي تكوني اجمل، هدفي ان اللي يجي عندي يبقى شكله احلى واجمل من بره ومن جوه بالذات كمان. وعلى فكره انا بهتم بالسيده المتجوزه اكتر من الانسه. ليه؟ لان الجوازي في حد هيشوفها، في هتحتاج تلبس هدوم في البيت غير ما يكون لسه بنت كمان. في نهاية حلقتنا بشكرك يا دكتور محمود، بس يعني ان شاء الله نوعد مشاهدينا ان الحلقة القادمة مع حضرتك ان شاء الله نتكلم فيها بقى عن حاجة مهمة قوي، وهي الحالة النفسية. يعني ارتباط السمنة بالحالة النفسية وارتباط الرجيم بالحالة النفسية. أعزائي المشاهدين إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم مع دكتور محمود العفيفي عن الحالة النفسية والسمنة. دكتور محمود مصطفى العفيفي أخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام والعلاج الطبيعي. بشكر حضرتك، حضرتك شرفتنا. شكرا. أعزائي المشاهدين أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله من برنامجكم الرشاقة والجمال. تحياتي شيماء سعيد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرشاقة والجمال.